بحب دايما اتكلم عن البراند المحترم إيف سان لوران بتاع الديزاينر المشهور إيف سان لوران اللي كان شغال في كريستيان ديور. النهاردة هكلمكم عن الفريجرانسز. لما نخش على الويب سايت فيه بعيد عن الديزاينر كوليكشن اللي هو فور هير وفور هيم، هنلاقي حاجة تانية اسمها اللافاستير فريجرانسز، وده بقى كوليكشن كده برايفت. وجوه الكوليكشن البرايفت ده هنلاقي برايفت تاني اسمه ذا ريفي كوليكشن او مجموعة الحلم. دي ازايز برفيوم اورينتال معمولة بطريقة شيك جدا جدا، ازازة شكلها حلو قوي، هتشوفوها معانا في الفيديو. الازازة الموجودة معانا النهاردة هي اكسكوسايت امبرودري او دو بارفام. واكسكوسايت امبرودري اللي هي تعتبر التطريز الرائع. خلينا نشوف مع بعض البرفيوم دي فيها ايه. كل ما الجو يبرد كل ما تبتدي نطلع في البرايفت كوليكشن، والبرايفت كوليكشن اللي معانا النهارده من ايف سان لوران من لاريفي كوليكشن اللي هو كوليكشن الحلم. والكوليكشن الحلم ده بيجي لك بزازه شيك جولد بالشكل ده كانها قطعه من الذهب بغطا شيك ماجناتيك محفور عليه ايف سان لوران. حاجه فعلا قمه في الشياكه في البرفيوم دي من ناحيه الديزاين ومن ديزاين البوتل واللي جوه البوتل. اللي جوه البوتل بقى حاجه اورينتال، الاورينتال الشيك قوي، افتتاحيه جميله جدا من جوزة الطيب بيليها الورود، وبعد كده الورود بتكون واضحه ممزوجه مع اخشاب العود. يمكن هي مكتوبه ان هي مسكي، انا ما شمتش المسك قوي فيها، لكن اللي قدرت ان انا اشمه مع الورود والعود هو الباتشولي. والباتشولي داخل دايما ما بيلعبش دور اساسي، الباتشولي دايما تلاقيه داخل كده يعمل جو مع البرفيوم، يديها شياكه ويديها فخامه اكتر. فالباتشولي هنا داخل مأدي دوره حلو جدا، مديها الفخامه المطلوبه من حاجه زي برايفت كوليكشن زي كده. وفي نفس الوقت الاداء بتاعها البرفيوم دي ادائها مميز جدا في فصل الشتاء اللي احنا موجودين فيه، ينفع قوي في الوقت ده. ثباتها كويس جدا، ممكن يقعد 6 ساعات، ممكن الفوحان بتاعها ل3-4 ساعات مرتاح. لو طبعا الجو ابرد من كده وحطيته بالليل ممكن الفوحان معاه يزيد عن ال4 ساعات او ال5 ساعات. الثبات بتاعها برضو في الهدوم قوي جدا، ممكن يقعد يوم كامل. بس ده كل اللي انا عايز اقوله عن اكسكوسايت امبرويدري، وهو التطريز الرائع. شكرا لكم.